ايه رأيك في الاكل يا يوسف؟ حلو. يعني عجبك؟ اه. انت مش متضايق؟ مش متضايق. انا النهارده مش عامله لحمه. عارف. يعني انت مش متضايق؟ لا مش متضايق بجد؟ والله. طب بنقول ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. طب هتقول لنا ايه؟ تسلم ايديك الاتنين يا ماما. ايوه هي دي اللي انا عايزه اسمعها، تسلم ايدك الاتنين يا حبيبي يوسف. معلش بقى على بداية الفيديو دي كنت لازم اسمعها لكم عشان برضو تعرفوا ان عادي ولادي ممكن ياكلوا اي حاجة، واني معوداهم ان اي اكل بيتحط لهم بنقول عليه الحمد لله وبناكله وبنحمد ربنا على كده. متابعين كتير جدا كلموني انهم عندهم مشكله في حته ان هم يطبخوا خضار مفيش لحمه ومفيش فراخ، مفيش فلوس ان هم يشتروا الكلام ده. حبيت اعمل الفيديو ده عشان اوري ناس كتير ان ممكن تطبخي اي خضار انت عايزاه من غير لحمه ومن غير فراخ. هتروحي للجزار وهتشتري منه ب20 او 25 جنيه عظم. العظم ده هتعملي منه شوربه احسن بكتير جدا من الشوربه بتاعه اللحمه، والله العظيم مش بقول كده وخلاص، فعلا بتكون الشوربه بتاعته احلى كمان من الشوربه اللي فيها لحمه. بس بتغلي بقى الميه على النار بتحطي فيها العظم زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده بتسيبي الحله مكشوفه لحد ما يطلع الريم على وش الحله بالشكل اللي انتم شايفينه ده. بنشيله وبننقيها تماما ما بيبقاش فيها اي ريم. بحط بقى بصلايه وبحط كمان مستكه وحبهان وورق لورا وسنه فلفل بسيطه جدا، واسيبهم بقى مع بعض. وبعد ما تستوي بزود لها الملح. مش قادره اوصف لكم الشوربه جميله ازاي بجد يا جماعه، شويه شوربه عظمه على العظمه بجد، حاجه كده تحفه. والعظم اصلا بيكون فيه بقايا كده من اللحمه، حاجات بسيطه ممكن برضو تتاكل، مش هنقول عليها لا، ودي نعمه ربنا الحمد لله. طفيت بقى عليها وبدات ان انا اجهز بقى الخضار بتاعي. في حله على النار حطيت معلقه زيت وسخنتها كويس، وبعد كده نزلت ببصلايه مفرومه فرمتها كده بالايد على ايدي يعني بالسكينه، وبعد كده حمرتها لحد ما اتشوحت زي ما انتم شايفين كده. نزلت عليها بكيس من الباميه اللي انا كنت مفرزاها قبل كده معاكم، باميه كانت جميله جدا جدا، وقلبتها كده معاها كويس قوي. وبعد كده نزلت عليها بعصير طماطم، وحطيت لها بعد كده مغرفتين كده من الشوربه الحلوه اللي عملناها، ومعلقه صلصه عشان الطماطم ما كانتش حمراء قوي. سبتها مع بعضها بقى شويه كده، وضفت لها برده الملح وفلفل، وطبعا هنعمل لها طشه في الاخر بالثوم. انا بحب اعمل قوي طشه الثوم، وحطيت كمان شويه بابريكا زي ما شفتوا كده. هنقلبها ونسيبها بقى على نار عاليه الاول، وبعد كده لما اهدي النار ابدا احط بقى فيها العظم عشان ياخد كده من طعم الباميه ويبقى حلو. هنا بقى كانت استوت خلاص، مش فاضل بقى غير ان انا اعمل لها الطشه بتاعتها. معلقه سمنه صغنونه خالص لان بصراحه الشوربه كانت دسمه، وحمرت فيها التومه بالشكل ده، وبعد كده نزلت عليها بمعلقه كزبره وقلبتهم كويس قوي. وبعد كده نزلت بالطشه على الباميه زي ما انتم شايفين كده، ومش قادره اقول لكم ريحتها كانت عامله ازاي، بجد تحفه جدا. وبعد كده غرفت الاكل وقدمته لاولادي، محدش فيهم اعترض خالص الحمد لله. كلهم متعودين ان احنا اي اكل بيتحط قدامنا بنقول عليه الحمد لله، وبناكله كمان واحنا مبسوطين. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. لو عجبك الفيديو ما تنسيش لايك وشير ومتابعه للصفحه. كنت معاكم زينب زياد، والسلام عليكم ورحمه الله.